اخوان السلام عليكم. هذا الفيديو هذا كتحليل لمباراة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب جورجيا. المباراة سالت ب3-0 اللهم بارك. غادي نهضروا في هذا الفيديو هذا على الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي، ايضا على نقاط القوة ديالنا، على نقاط الضعف. في البداية كما كنعرفوا بان الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب جورجيا غير مشابه بتاتا للاداء اللي قدمه وليد الركراكي ضد كل من تشيلي وباراغواي. السؤال هو علاش وكيفاش ولماذا؟ السؤال هو علاش هذا الاداء اليوم بالذات. كما كنعرفوا باننا مقبلين على كاس العالم، فعادي جدا بان اي مدرب ما يبغيش انه يتم الافصاح على جميع الاوراق ديالو. دابا راه حنا في زمان التقنيه، كاينه تقنيه الفيديو، كاين مجموعه من الامور الاخرى كتجمع واحد الداتا على الخصم ديالك، فما يمكنش انك تقدم واحد الهديه للمنتخبات ديال المجموعه اللي كنلعبوا فيها حنا. وليد الركراكي صراحه كان جد ذكي في هذه المباراه هذه، حاول انه يخطف الفوز ويعطي بعض الدقائق لبعض اللاعبين الاخرين باش انهم ينسجموا اكثر مع المجموعه. مثلا المفاجاه ديال اليوم في التشكيله الرسميه هي يحيى جبران، يحيى عطيه الله، اللي يلعبوا المباراه كامله اللهم بارك. المستوى اللي هو ثابت، لا على المستوى الدفاعي لا على المستوى الهجومي، يحيى عطيه الله كان ممتاز جدا. كذلك يحيى جبران كان ممتاز، ما سون كومونتير، ما يمكنش انك تعلق نظرا للادوار والالتحامات وافتكاك الكره اللي قام بها يحيى جبران، فهو كان ممتاز. هذا التقييم ديالي انا بالذات. المهم النقطة الأخرى هي دخول نصيري مكان مثلا حمد الله اللي ما شفناه في الشوط الأول. نصيري سجل الهدف في العشر دقائق الأولى على انطلاق المباراة. هذا الهدف هذا يرجع النصيري، أنا فرحت له شخصيا، يرجع النصيري الثقة ديالو. نتمناو أننا نشوفوا النصيري اللي كنعرفوا في كأس العالم. هذا الهدف هذا كان مثابة إعادة الثقة لهذا اللاعب هذا اللي صام بزاف على الشباك صراحة. فهذا الهدف هذا كان مهم بالنسبة ليه. كذلك الهدف ديال زياش هدف عالمي اللهم بارك. زياش معليش نقاش، قدم واحد الاداء اللي هو كبير، سجل هدف رائع، شي حاجه اكثر من رائع سجل. هذا هو الهدف ديال زياش. على مستوى الهجوم كان زياش رائع، تمريرات ساحره اللهم بارك. جوج تمريرات الحكيمي، ساهم في جوج ديال الاهداف، الهدف الاول اللي سجلوا نصيري والهدف الثاني ديالو، وعطى جوج ديال التمريرات الحكيمي اللي كان فارد بهم وللاسف ما تسجلوش. المهم هذا على مستوى بعض الامور التكتيكيه اللي حنا عندنا نقاط القوه ديالنا، هو مثلا التمريرات ديال حكيم زياش والاداء الرائع ديالو، ايضا التوازن اللي خلقاته الثنائيه ديال سليم امناح واناحي، كذلك مع يحيى جبران. ثم شفنا في الشوط الثاني كيفاش ان وليد الركراكي بدل الخطه ديالو من 4-2-1-3 دخول سفيان امرابط وثنائيه املاح ويحيى جبران. هي ثنائيه رائعه، خلقات واحد النوع من التوازن داخل وسط الميدان، ولكن في اخر المباراه شفنا واحد ارتباك مستوى الاسلوب اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي. كذلك فرحنا لسفيان بوفال انه سجل الهدف اللي كان المساهمه ديال عبد الرزاق حمد الله. هذا اللاعب هذا هو ساهم في هذا الهدف، فهذه المساهمه تحسب له. وكذلك بوفال غادي نهضروا، انا عندي واحد التحفظ على سفيان بوفال لانه ما قدمش واحد الاداء اللي حنا تنعرفوا، ومن ديما كنت نقولها بان سفيان بوفال مازال ناقصه الفعاليه داخل المربع، يا اما انه ينهي المراوغات ديالو بتمريرات حاسمه، يا اما انه يسجل. هادشي ما شفناش اليوم، شفنا المستوى ديالو ناقص بزاف للاسف، ولكن يقدر انه يسجل من ضربه جزاء. كنتمناو بان هذا المستوى اللي ظهر به اليوم انه يظهر مستوى احسن في المباريات الرسميه ضد من بلجيكا وكرواتيا وكندا. كذلك شفنا دخول ديال ايليا الشاعر وانس الزروري، قدموا بعض اللمسات ولكن كانت بعض التمريرات خاطئه من ايليا الشاعر. هذا ما كيعنيش وما كيقللش من القيمه ديال اللاعب، ولكن بحال التمريرات ما خاصهاش تكون في مباريات رسميه. كذلك تمريرات خاطئه ديال سفيان امرابط، وفي المركز ديالو لا مجال للخطا لان الثقل كامل ديال المباراه كينزل في وسط الميدان، لذلك خاصو يكون فايق معنا في هذا المركز هذا. الثنائيه ديال سايس واكرد صراحه عليها نقاش، لان شفنا بان منتخب جورجيا خلق جوج ديال الفرص في الشوط الاول. هاد جوج ديال الفرص كلها عبر
التمريرات خلف المدافعين اللي كلهم شكلوا خطوره، وتمريره مثلا ومحاوله اخرى في الشوط الثاني اللي شكلات حتى هي خطوره لولا ياسين بونو. فلذلك انا كنظن بان مورا المونديال غادي يكون اعاده اعتبار في الثنائيه ديال سايس واكرد. جواد لياميق فاش دخل في بلاصه سايس خلق واحد النوع من التوازن على مستوى الدفاع، فلذلك نقدروا نقولوا بان نيف اكرد بالرغم من انه راجع من الاصابه فهو قدم واحد الاداء اللي هو اداء جيد. وليد الركراكي كما شفنا في المباراه بانه ما قحمش بعض اللاعبين. هذا الشيء هذا ما كيعنيش بانه غير مقتنع بالاداء ديالهم، بالعكس، لان مباراه وديه ما يمكنش انك تقحم فيها 26 لاعب. كاين اللاعبين اللي عارف المستوى ديالهم، وكاين اللاعبين اللي هو شي يشوف بانهم محتاجين اكثر الانسجام مع المجموعه، فلذلك هو تم اقحام النصيري لانه عارف الظروف اللي كيمر منها. هذا الهدف هذا كنظن بان النصيري غادي يزيد يثق في راسو. لذلك غادي نكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو، رغم انني ما تطرقش جميع النقاط، الا انه نتمنى نكون ابليت الحسن. السلام عليكم ورحمه الله، ونتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني المغربي في المباريات المقبله ان شاء الله. تحياتي.